السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي قدامكم ده اسمها في عالم الحلويات فروتة مسكرة أو الفواكه المجففة المسكرة. كلنا كنا بنشتريها من خامات الحلواني ومنعرفش انها من قشر البطيخ، ولكن انتشرت طبعا طريقتها في اليوتيوب والفيسبوك بكتيرة، والحمد لله كلنا بقينا نعرف نعملها يعني. وحتى انا جمدت البطيخ زي ما انتوا شايفينه كده، وطلعته وعملته وهو مجمد، والطريقة مشيت تمام خالص. بس انا عايزة اقول لكم على تكات كده مهمة علشان تطلع معاكم ناجحة. يعني انا مش هقول حاجة جديدة في الطريقة غير اللي انا هقول ازاي تنجح معاكي. تمام. انا هنا بقشر البطيخ زي ما انتوا شايفينه ان هو دي كانت مجمدة، فانا حبيت بس اعمل تجربة كده اللي انا بحيث ان انا ممكن اجمد يعني قشر البطيخ، مش لازم اعمله في وقته يعني. ودي قشرة طبعا سليمة مش متجمدة، انا شلت خالص الجزء الاحمر والجزء الاخضر، مفيش اي حاجة يعني فضلات فيها غير بسيط جدا طبعا اللي ما قدرتش اعمله. اهم حاجة تختاري قشرة البطيخة اللي تكون الطبقة البيضة دي او اللي هي بين الابيض والاحمر، بين الاحمر والاخضر، تكون سميكة تمام، وما تكون ناشفة، ما تكونش طرية. كمان تقطعيها قطع كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. هسلقها على النار، مش هزود في سلقها، يعني هسلقها في حدود مش أقل اكتر، يعني اكتر حاجة تعمليها تكون 10 دقايق ربع ساعة في سلقها على النار. وانتي بتسلقيها هيطلع ريم منها، مهم قوي ان انتي تشيلي الريم ده علشان ما يفضلش في الحباية بتاعتك بعد ما تستوي يعني. مهم ان انتي تشيليها لان المية دي احنا ممكن هنستخدمها بعد كده في تسويته برضه. زي ما انتوا شايفينه انا سايباه يغلي غلوتين كده على النار، قلتلكم مش اكتر من ربع ساعة علشان بس يطرى شوية. خلاص زي ما انتوا شايفين لسه محتفظ بلونه القاتم اللي هو مش بقاش شفاف تمام، وبرضه سميك، القطعة سميكة متقطعها صغيرة عشان ما تتهريش منك، خليها سميكة. وهنصفيها، ولو المية بتاعته اللي فضلت نقدر نستعملها كان بيها. اول حاجة هتعايري جزء كوباية كاملة من قطع البطيخ المسلوق، عليها نص كوباية سكر ونص كوباية مية، سواء كانت سلق البطيخ او مية عادية يعني من الحنفية، مفيش مشكلة. احنا كده ابتدينا نعمل الخطوات دي يعني سهلة اوي، مفيش مشكلة. بس في كمان لازم تحط لها منكه، ما تسيبيش الدنيا كده. هتحطي منكه لا اما فانيليا بودر او فانيليا سائلة زي ما انتوا شايفين، او اي يعني اي منكه عندك بقى. طعم يعني لو انتي عملتيها مثلا برتقاني واديتيها طعم البرتقان هتطلع عندك برتقان يعني. فزي ما انتي بتحطيها، انا دلوقتي حطاها على نار عالية جدا وواقفة جنبها لاني انا عايزة ان المية دي تنشف بس ما تلزقش، تنشف تماما وتتحول زي ما انتوا شايفين للون الشفاف. لو تقدري تستعملي نوع السكر يكون غامق شوية هيديكي اللون الاصفر اللي انا مطلعاه ده من غير ما احط اي نقط اصفر ولا اي حاجة. هستخدم الالوان الصناعية، ياريت تكون الجل. البودر يعني ممكن تمشي بس يعني ايه هتغلبك شوية، بس ياريت تجيبي الجل يعني تمام. هي ما بقتش غالية، دي الازاز دي كلها تقريبا ب10 او 12 جنيه، بتقعد ياما جدا. هحط نقطتين وهقلب فيهم لغاية لما يمتزجوا تماما. وهستخدم كمان اللون الاخضر زي المعتاد اللي احنا بنحبه، واللون البرتقاني زي ما انت عايزة تعمليه. شايفين اللون قد ايه بيلمع وحلو؟ ده لسه طبعا سخن وهفرده على ورقة زبدة وهسيبه لمدة يوم كامل في المطبخ كده على الرخامة. مش هحطه في تلاجة ولا حاجة. اللون اللي بيلمع ده يبتدي يطفي شوية، وهيبتدي كمان زي ما انتوا شايفين ينشف. كده انتي وصلتي للمرحلة السليمة جدا في صناعة الفروت المسكرة. تقدري تستخدميها على الانجليش كيك، ان شاء الله هعمل لكم بيها الانجليش كيك. تقدري تستخدميها بقى على رز بلبن، تقدري تستخدميها على الايس كريم زي ما انا استخدمتها كده على الايس كريم. شايفين ما جميلة جدا جدا جدا، وتقدري تحتفظي بيها في دولاب المطبخ
مش هيجرالها اي حاجة، قاعدة معاكي مفيش مشكلة، هي معقودة واخدة السكر بتاعها كويس قوي. وحتى لو سكرت وعملت حبيبات البلورات سكر مش مشكلة خالص، لان ده هيخش في التصنيع وهيسيح. اتمنى تكون المعلومات فادتكم.